السلام عليكم البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وقت اللي يلحقكم الفيديو. الوصفه تاع اليوم راح تكون هبال في البنة. نبداو على بركه الله في المقادير. وش نحتاجو الفرينه كيما راكم تشوفوا، عبرتها لكم بالكاس. عندي لهنايا 3 كيسان تاع الفرينه اللي تكون مغربله من قبل. بطبيعه الحال انا درت 3 كيسان كيما راكم تشوفوا، وهاوليك النص. بالنسبه للوصفه تاع اليوم البنات، قراف هايله، يعني تقدري ديريها في الخرجات ديالك، بما انه يعني دخلنا فصل الصيف. ديها معاك للبحر، ولا يعني حتى تقدري ديريها فطور ولا عشاء. عندك لهنايا مغرف تاع خميره تاع الخبز كيما راهو ملاحظ، يعني تلاحظي عفوا. ولهنايا عندي الملح بطبيعه الحال، يعني هنايا الملح على حساب الرغبة. ما تنساوش المغرف هذيك تاع السكر اللي لازم تكون مع هادي. ننصحكم تجربوه، راه جاي البحر يعني وجايين خرجات الصيفية، يعني ديروا عفسة في الدار على بالكم واش فيها. خير من اللي تروحوا تشرو ماكلة تاع الزنقة. وعلاش لا تقدروا ديروه فطور ولا العشاء لوليداتكم، بما انهم يعني داو العطلة. كيما على بالنا دراري هذاك واش يحب. لهنايا البنات انا زدت هذيك المغرفه تاع السكر كيما راكم تشوفوا، ودرت لهنا حوالي 2 مغارف تاع الزيت. حبيتو بزيت زيتون ولا زيت نباتي، لكم الاختيار. يعني هنايا الزيت البنات كل واحد شحال اللي يحب، وش يحب عفوا. انا درت هنا مغرف تاع زيت زيتون ومغرف تاع زيت نباتي. نبسس هكذايا شويه، كيما لاحظتوا بلي ما فيهش كامل كميه كبيره تاع الزيت. نبسس العجينه ديالي ونلمها، يعني نطمها بحليب دافي. واللي ما عندهاش الحليب تقدري تعوضي في العجينه، يعني ديري 2 مغارف تاع حليب بودغ اللي هي لحظه، وتعجنيها بماء دافي عادي جدا. يعني حتعطيك نفس يعني نفس النتيجة بطبيعة الحال. لو كان لهنايا نكمل نبسسها هكذايا بنفس الطريقة كيما راكو تشوفوا. نروح نجيب الكاس تاع الحليب ديالي، نعجنها ونعاود نولي ليكم. بالنسبة يعني لهاد الخبيزات البنات ما يتعجنوا ما يندلكوا ما والو، كيما راكو تشوفوا فيا. يعني هنايا بسستهم، ندير لهم هذاك الماء، نرونهم هكذا فقط بيدي. يعني ما عندهاش الوقت بطبيعة الحال تقدر ديرهم في البيتران، واللي توفر عندها الوقت يعني دير بيدها عادي، ما يسحقوا ولا مجهود. احنا فقط يعني بسوا العجينه ديالكم مليح مليح كيما راكو تشوفوا. دوك لهنا نجيب هذاك الحليب الدافي ديالي، ونبدا نلمف هذيك العجينه كيما قلت لكم. يعني هذا الخبز البنات ما يحتاج ولا عجن ولا دلك، يعني لميه فقط وخليه يخمر لك بطبيعة الحال. فقط هنا ملاحظة البنات، العجينة ديالك لازم تكون طرية كيما تعودتوا عليا. وشحال من خطرة نقولكم، يعني جميع المخبوزات باش تجيك طرية وخفيفة لازم تكون يعني ماشي يابسة كيما راكو تلاحظوا. هنا ملسولها فقط هذاك الوجه ديالها وخلوها تخمر لكم بطبيعة الحال. تفضلوا الحشو يقعد اختياري. هنايا في الاشواق ديالي حكمت حبه تاع بصل كيما راكم تشوفوا فيها، يعني راهي موضحت لكم. وعندي هنايا شرائح تاع الدجاج اللي كنت من قبل يعني غسلتهم الله الله بالقرص والملح، زدت ريحتهم في الاشواق، يعني في نفس الاشواق بلا ما تغسلوا. حكمت المقله ديالي البنات درت فيها الزيت، وحكمت هذيك الحبه تاع البصل وقاعده نقلي فيها كيما راكم تشوفوا حتى تتكر من لي بطبيعه الحال. هنايا بعد ما تكرمل لي هذاك البصل نجي نحط فيها هذاك الدجاج المرحي ديالي. درت لهنايا يعني الملح، يعني التوابل تقعد مسألة اختيار، نتوما ما حبيتو ديروا. درت لهنايا مغرفه صغيره تاع الكزبر كيما راكو تشوفوا. ولا هنايا الدجاج فقط كي تحطوه في المقله سيو فتحوه هكذايا غابيدمون باش ما يقعد لكمش كتله واحده. بالنسبه للحشو البنات يعني يقعد مساله اختيار. شوفوا لهنايا بعد ما خمرت لي العجينه الله يبارك وتضاعف الحجم ديالها، نجي نديرها كويرات. بالنسبه لهادو الخبيزات البنات
يعني نتوما وما حبيتو الحجم ديالهم، حبيتوهم صغار ولا حبيتوهم كبار، كل واحد يعني يدير القيس اللي هوالو هو. فوالا لهنايا نعاود نكورهم كيما راكم تشوفوا فيا، يعني نملسهم فقط. وكما شفتوا يعني هذاك الخبز ديالي بزاف بزاف ساهل. نحكم هنايا الحلال ديالي، وهنايا غير بشويه تاع الفارينه باش ما يعذبنيش ما يلصقليش في لو بلان دو طرافاي، خاطرش العجينه ديالي راهي طريه وتتلاصق. نحكم هكذايا كيما راكو تشوفوا، نفتحوا مليح، يعني نفتحوها رقيقه. ما تنساوش باللي هذيك العجينه ديالكم فيها الخميره. فوالا نقعد هكذا نعاون بهذيك شويه تاع الفارينه او ميم طون اني نفتح بالحلال ديالي. وكما على بالنا بلي العجينه رانا في وقت الصيف البنات، يعني تم تتفاعل معنا وتم تخمر، يعني هذا الوقت ما يحتاج منكم وقت كبير. هنايا عندي نوعيه تاع الاجبان، عندي طون وعندي هذاك البصل اللي حمسته مع الدجاج، درتلو شويه تاع رشه تاع المعدنوس. وعندي هنايا كميه تاع صوص طوماط يعني اللي كنت وجدتها من قبل. هنايا واش ندير البنات في لو فون تاع هذوك الخبيزات، راح ندير بطاطا. كنت لهنا قطعتها هكذايا دوائر وخليتها تبرد، يعني هنا لازم هذيك البطاطا تبرد لكم باش ما تقطع لكمش العجينه. انا هنا فضلت ندير البطاطا البنات لخاطرش ولادي يموتوا على لي ساندويتش بلي فخيت، يعني هنايا تقدروا تستغناو عليها تماما. ديروا غير يعني هذاك الدجاج ديالكم مع لاصوص طوماط، مي يعني على بالنا بلي البطاطا تزكينا الحاجه. فوالا سيرتو لي يكون يعني عدد افراد العائله ديالها بزاف. حكمت لهنايا الكومومبير، يعني هنايا كل واحد يدير واش يحب من الفرامج. زدت شويه تاع هنايا الشيداغ ديالي راهو مزيج عفوا بين الشيداغ واللوغريير، ودرت شويه تاع لاصوص طوماط. ندير تاني لهنايا شويه تاع الزيتون هكذايا عفوا خضر هذاك المقطع رقيق رقيق. وندير كميه تاع الدجاج ديالي اللي كنت وجدته معاكم. تقدروا يعني في بلاصه هذاك الدجاج ديروا طون، تقدروا ديروها بالفيونداشي لكم الاختيار، وتقدروا حتى ديروها بالتكتوكه بصلو طوماطيش فوق هذوك لي فريت مع الاجبان، راح تجيكم كراف بنينه. نزيد انا هنايا جبن سندويشات، هو اللي راح يزيد لها بنه اكتر واكتر. كل ما تكتروا لها الاجبان كل ما راح تجي بنينه بطبيعه الحال. فوالا نكمل انايا نديرها هكذايا، نسيي فقط نرفد هذاك العجين ديالي، والزائد بطبيعه الحال راح نحيه. علاش البنات؟ باش ما تجينيش خشينه الحاجه الاولى وتجيني يعني كامل على حبه. فوالا يعني تبعوا الخطوات. شوفوا البنات، نحكم هذيك الرزمه ديالي نطلعها هكذا للفوق ونحي هذاك الزائد. ديروا في بالكم كان ما تنحيوش راح تجيكم الخبزه يعني معجنه. فوالا دوك انا هنايا نبسطها كيما راكو تلاحظوا، ونعاود نقلبها على وجهها، يعني هذه هي اللي تجي من تحت بطبيعه الحال. فوالا نكملهم كامل هكذايا بنفس الطريقه. سيو برك كيفاش تسقموهم. لهنايا نديروا لها لاصوص طوماط كيما راكو تشوفوا، نغطيو لها كامل هذاك الوجه ديالها. يعني شوفوا تقدروا ديروا العكس اللي درتو انا، يعني الفم ديالها يجي لتحت، ولا ديروها كيما راني ندير انايا. علاش ننصحكم ديروها هكذا البنات؟ ما تحطوهش من تحت كشغل باش هذيك البطاطا هي اللي تكون القاعده تاع هادو الفطائر ديالكم ولا الخبيزات. ندير لهنايا الجبن ديالي كيما راكو تلاحظوا، يعني نديروه كامل على هذاك الوجه ديالي. هنا فقط خير نوعيه تاع الجبن اللي تكون مليحه هكذا باش تذوب لكم ويجيكم الكود تاعها بنين. زدت هنا رشيت شويه تاع الزيتون كيما راكو تشوفوا. وش نزيد لهنا البنات؟ كانت قعدت لي كميه تاع شويه تاع هذاك الدجاج المرحي، زدت حطيتها من الفوق كيما راكو تلاحظوا. دوك ندخلهم يطيبوا درجه الحراره البنات 180. كي شفتهم طابوا لي من تحت شعلت لهم من الفوق هكذا
باش يتحمر لي هذاك الجبن ديالي. هنا مقعد لي غير البنات نقسم لكم هكذايا باش تشوفونا راه مسخونين، يعني على بها يعني جربت حطيتها. شوفوا هنا البنات ما عندي ما نقولكم، يعني البنه انتوما شفتوا يعني هادوك المكونات سي نورمال راح تجيكم بنينه، والخبز طري فوق اللازم، يعني قد ما تاكلوا ما تشبعوش. في نهايه الفيديو ما قعد لي نقولكم نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، ونتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه، انتظروني في فيديوهات جدد ان شاء الله. واللي عجبها الفيديو ما تبخلش علينا بالجيم والبارطاج. الى اللقاء.